تعال أقول لك على 4 أسباب لعدم التركيز وحلول فعالة بعلم وعن تجربة هتفرق معاك جدا في التركيز. وإيه قصة أعرف أحمرك دي؟ سر الدماغ المركز. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب وإزاي نركز. خلينا أبدأ الأول، وإيه أسباب عدم التركيز؟ أقول لك 4 أسباب. أول سبب منهم إن أنت ممكن تكون طبيا محتاج مساعدة عشان تركز. في مخك يا أبو خالو في حاجة اسمها الناقلات العصبية نيورو ترانسميترز، ودي مسؤولة عن التركيز زي الدوبامين والنور ابنفرين. ده مرتبط بالحوافز والمكافآت، ده اللي بيديك شعور بالسعادة والفرح والرضا لما تنجز حاجة معينة. أما ده بقى بيشتغل كمنبه، بيزود انتباهك وتركيزك أثناء أداء المهمة دي. أهو الاتنين دول مع بعض بيشتغلوا كسيمفونية عشان يخلوك تركز، بيعملوا حاجة اسمها الاتنشنال سبوت لايت. طب لو النواقل العصبية دي قليلة عندك أكيد تركيزك هيقل. السؤال دلوقتي إزاي أعرف لو أنا عندي نقص فيهم؟ أقول لك هنعرف برضو ب4 حاجات. رقم 1 التحاليل الطبية، هي مش سهل تتعمل لكن ممكن بتحليل نعرف تركيز الدوبامين في الدم عندك. رقم 2 لو على طول مش مركز وبتشرب شاي وقهوة ومنبهات عشان يخلوك تركز، ده ممكن يكون دلالة على ان النواقل العصبية في جسمك قليلة. رقم 3 لو مكتئب، الاكتئاب طبعا بيقلل النواقل العصبية دي. واخيرا لو متوتر وقلقان. سمعك اللي بتقول طب اعمل ايه؟ اقول لك تروح لدكتور ممكن يكتب لك على ادويه وفيتامينات زي ادويه مضادات الاكتئاب وغيره. ونظام حياتك هنا ليه دور كبير في انتاج النواقل العصبيه، من اكل ونوم ورياضه، لانهم دول بيغيروا في صحه المخ. وممكن في بعض الحالات تروح لدكتور نفسي لو الموضوع مرتبط بالقلق والضغط النفسي. وبذكر الاكل يا ابو خالو، الاكل هنا ليه دور مهم جدا في انتاج النواقل العصبيه. حاول تاكل الاكل اللي فيه بروتين، امينو اسيد، فيتامينات ومعادن. والملك هنا في انتاج النواقل العصبيه تخيلوا مين؟ تن البيض. والله زي ما بقول لك كده، عاوز سيروتونين عليك بالبيض، عاوز دوبامين عليك بالبيض، عاوز نور ابنفرين عليك بالبيض، عاوز اسيتايل كولين عليك بالبيض، فيتامينات بي عليك بالبيض. عشان كده من اكتر من سنة ونص تقريبا كل يوم بفطر بيض، وشفت فعلا فرق في التركيز بتاعي والانتاجية مع اكل البيض لفترة طويلة. ومع البيض الاكلات اللي بتساعدك على التركيز زي مثلا المكسرات، الفراخ، اللحمة، الطماطم، الكبدة، الفراولة، الفلفل، المشروم، الكيوي والفول السوداني. واكيد طبعا السمك الدهني، وعلى رأسهم البرنس وهو السلمون، ومعاه الماكريل والسردين. عشان كده يا ريت يا جماعه نخلي الاكلات دي في اكلنا بانتظام كل اسبوع. السبب الثاني في عدم التركيز دي ملهاش دعوه بالطب، انا مسميها اعرف احمرك، نو يور ريسك. تخيل معايا كده يا ابو خالو مشهد لدكتور طوارئ. حصلت حادثه وجوله 2 مصابين، واحد رجله مكسوره وبيصرخ والتاني فقد الوعي ومغمى عليه. تلقى الدكتور يروح للي مغمى عليه الاول اللي مش بيتكلم اصلا ويسيب اللي بيصرخ. الله، ازاي ده؟ اقول لك لان دكتور الطوارئ بيبقى مدرب ان يعرف احمره مين الاولى. الشخص المغمى عليه ده ممكن يكون عنده نزيف داخلي، ولو ما حصلش تدخل سريع وطارئ ممكن الحاله تسوء. اما الشخص اللي بيبكي من رجله ده ورجله مكسوره اخره جبيره. عشان كده في حياتك لازم يكون في اولويات. ايه الاحمر اللي عندك اللي محتاج منك تدخل فوري وما ينفعش يستنى؟ وايه الاخضر اللي ممكن يستنى شويه؟ وخلي بالك ساعات كتير الاحمر ده تلقاه ما بيعملش صوت، اما الاخضر ده اللي ممكن يستنى تلقاه عامل لك دوشه وبيشتت تركيزك. عشان كده ده يودينا الرقم 3، المشتتات. ودي يا سيدي في منها نوعين، مشتتات داخليه ومشتتات خارجيه. الداخليه زي الافكار والمشاعر اللي جواك. الناس اللي قلبها قلب خصايه ومشاعرها رهيفه سهل جدا تتشتت اليومين دول، ممكن كلمه واحده تطلعه بره تركيزه. ولا كمان اللي عنده اوفر ثينكينج، ده موضوع مصيبه كبيره جدا. المشتتات الخارجيه كلنا عارفينها زي التليفون، الاصحاب وغيره. عشان كده خلي بالك من المشتتات، خليك زي الليزر مفيش حاجه تشتتك عن هدفك. رقم 4 ده سبب انت مالكش ايد فيه وهو الجو. تعال اقول لك انت ليه ما بتعرفش تركز في الحر ده. في قاعده يا ابو خالد اسمها ذا جوردي لوكس افكت. قصه بنت راحت الغابه لقت 3 اوض، واحده برد جدا، واحده حر جدا، وواحده جاست رايت يعني ممتازه. اهو مخك بيشتغل بنفس الفكره دي، بيشتغل باقصى طاقه عنده في درجه حراره ما تكونش حر ولا برد. ودرجه الحراره المثاليه دي بتختلف من شخص للتاني حسب السن والجنس والهضم. الجو الحر اللي احنا فيه ده يا ابو خالو بيأثر على مناطق في المخ مسؤولة عن اتخاذ القرار، فتلقى ان انت ممكن تاخد قرار متهور، ما تقدرش المخاطر ولا المكافآت. سمعك اللي بتقول والله يا ابو خالو مفيش حد بيقدر المكافآت اللي من دول. قول الكلام ده للمدير بتاعي. اقول لك تخيل انه في مصطلح طلعوه جديد اسمه الكلايمت اجريسيف،
عنف الجو، يعني العنف ده مش منك انت، ده من الجو اللي احنا فيه. وعلى الناحية التانية برضو الناس اللي مشغلة التكييف على الاخر او الجو برد، هنا الانتاجية برضو هتقل، لانه جسمك بيبذل طاقة كتيرة عشان يخليك دافي، وده طبعا هيأثر على القدرات الذهنية والتركيز بتاعك. طب نعمل ايه يا ابو خالو عشان نركز؟ رقم واحد، تجنب تعدد المهام، المالتي تاسكينج. اكبر وهم بنسمعه يقولك انه في ناس مالتي تاسكينج واو وكأنها ميزة، طبعا الكلام ده غلط. المالتي تاسكينج بيقلل الابتكار عندك، بيخلي مخك مشتت بتفكر في كذا حاجة في وقت واحد، وبيخليك كمان بطيء في التعامل مع الاشياء، حاجه اسمها الكوجنيتيف بروسيسنج، لان مخك بيعمل سويتش من مهمه للتانيه، فتلقاه بياخد وقت عشان يدخل في المهمه التانيه ويفكر فيها وينتج. وبالتالي حسب الابحاث مع المالتي تاسكينج الانتاجيه بتقل ل 40%. وكمان مع المالتي تاسكينج بيزود التوتر. اكبر مثال على كده الستات، تلقى الواحده بتغير للاولاد، بتذاكر لهم، بتطبخ، بتفكر في مستقبل الاولاد، كل ده في نفس ذات الوقت. عشان كده تلقى الستات على طول متوترين. اخيرا المالتي تاسكينج بيعلم المخ انه ما يركزش في حاجه واحده لفتره طويله، وبالتالي تلقى فتره تركيزك قلت، لانه تعود التنقل ما بين المهام، فتلقى الواحد بيمل بسرعه. زي دلوقتي كده الريلز والشورتس اللي بيتفرج عليهم على طول صعب جدا يشوف فيديو طويل ويركز فيه. رقم 2، مضغ العلكة او اللبان بيزود من تدفق الدم للمخ، وبالتالي يساعدك على التركيز. تخيلوا نكهة اللبان بتنشط مناطق مختلفة في المخ. رقم 3 يا ابو خالو، اتعلم تقول لا. خلي عندك اولويات، وزي ما قلنا من شوية خليك زي الليزر في اداء المهمة بتاعتك، ولو جه حد يشتتك قول له لا، قلبك الطيب ده مش هينفعك يا ابو خالو. رقم 4، حاول تمشي على قاعدة 52-17، اشتغل متواصل لمدة 52 دقيقة وخد 17 دقيقة راحة. ومع اخر الحلقه خلينا اقول لك يا ابو خالو، في ظل الزمن اللي احنا فيه ده اللي فيه وفره اوفر في المعلومات، بقت القدره على التركيز مهاره نادره، وحصل حاجه اسمها التشتت الناتج عن الوفره. فلو انت حاسس ان انت مش مركز، فخلينا اقول لك ان دي مشكله عالميه. مايكروسوفت مثلا عملت بحث، لقت ان تركيز الناس قل من 12 ثانيه في 2000 الى 8 ثواني في 2015. تركيز الأطفال آخر 10 سنين قل بنسبة 30%. كنت بدي محاضرة في جامعة الملكة، وكانت مدة المحاضرة 3 ساعات. لقيت بروفيسور بينصحني بيقول لي أنت عارف فترة تركيز الطلبة في المحاضرات في المتوسط قد إيه؟ قلت له كام يعني؟ قال لي من 5 ل 10 دقائق. أنتم متخيلين؟ يعني كل 5 ل 10 دقائق المفروض تغير في طريقة الشرح والتدريس أو تديهم راحة. عشان كده دي مشكلة عالمية وخصوصا للجيل الحالي. اكتبوا لنا في التعليقات تحت لو ليكم اي طريقة بتساعدكم في التركيز. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي، وفقرة الشعر النهاردة مع الدكتور ماجد عبد الله عن الفراق. تعال نسمع بيقول ايه. أعلل النفس عل العين تلمحهم، والنفس تدري يقينا أنهم رحلوا، والنفس تدري يقينا أنهم رحلوا. الله يعلم أني ما ذكرتهم إلا رأيت سحاب العين ينهمل. لا تعدل العين إن فاضت مدامعها، إن الفراق على من ذاقه جلل. إن الفراق على من ذاقه جلل. كل البلايا على الإنسان هينة إلا فراق عزيز ضمه الأجل. كل البلايا على الإنسان هينة إلا فراق عزيز ضمه الأجل. ضمه الأجل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good.